انا سمعت حاجه دلوقتي كوميديه قوي. انا لازم اشهدكوا عليها بصراحه. احد كباتن مصر الكبار عايز الاهلي يمشي زيزو، ويمشي امام عاشور، ويمشي وسام ابو علي التلاته. ليه بقى؟ عشان دول بيبوظون اوضه اللبس، والفرقه مش مستقره. والمشكله ان هو راجل يعني نجم مهم، لعيب كبير قوي يعني. انا مكسوف اقول اسمه للكابتن محمد عماره، هو عماره مش عماره، كابتن محمد عماره. عايز يمشي وسام ابو علي وامام عاشور وزيزو ما لعبش الا 3 ماتشات في الاهلي. عايز يمشي، عايز الاهلي يبيعه. يقول لك ايه بقى؟ لما الاهلي يبيعه هيجيب فلوس ويجيب 5 6 لعيبه. طب هو يبيعه ليه ويجيب 5 6 لعيبه؟ طب ما هم موجودين. عشان هيبوظوا اوضه اللبس، عشان في مشاكل في المرتبات، عشان الفرقه مش مستقره، مهزوزه كده، مش مستقره، بتعمل كده الفرقه، بتعمل كده. الفرقه لسه ما لعبتش اصلا. يعني الموسم ما بدأش. هو في إيه يا جدعان؟ وعشان في مشكله في غرفه خلع الملابس بتاعت الاهلي. ماشي، انتوا في حاجه جوه في غرفه خلع الملابس بتاعت الاهلي كلكم خايفين عليها؟ ده الاهلي كان بيلعب فيها ابو تريكه وبركات وعماد متعب وفلافيو وجilberto ومحمد شوقي ووائل جمعه وعصام الحضري. يعني الفرقه دي وعادي. ايه اللي يحصل لما يكون في 5 6 10 لعيبه كبار في الفرقه؟ امال احنا الاهلي ليه؟ الناس دي في ايه؟ هو في ايه؟ يقول لك مرتبات اللعيبه بقت غاليه، وانت اما تبيعهم وتجيب لعيبه تجيبهم ببلاش؟ مش هتديهم فلوس يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ما هتجيب لعيبه برضه هتديهم مرتبات غاليه؟ ما مرتبات اللعيبه كلها في مصر بقت غاليه. بس تمشي اهم 3 لعيبه في الفرقه؟ يعني انت تدمر الفرقه كلها عشان تحافظ على غرفه خلع الملابس؟ ده منطق؟ ده الراجل بيتكلم جد. المشكله اللي انا استغربت انه بيتكلم جد. يعني هو الراجل بيتكلم كلام بجد. بقول لهم والله انا بتكلم جد. ننقل ايدي بقى الجد تاني عشان ايدي وجعتني. خلصوا كده؟ لا، ما خلصوش. ادوا المايك للكابتن دويدار. كابتن دويدار يقول لك الاهلي في تخبط اداري عشان خاطر بيان امام عاشور. امال فين بقيه الفرقه؟ ما ينفعش الاهلي يعمل بيان على لعيب. والاهلي طول عمره بيحل مشاكله في السر، واحنا بنتعلم منه السريه. هو الاهلي كان ادالك العقد؟ قول رايك في العقد. ولا بيقول انا بفاوض امام عاشور؟ الناس كلها بتتكلم على الاهلي بيفاوض امام عاشور. قال لهم اه انا بفاوض امام عاشور. انتوا زعلانين ليه؟ انت زعلان ليه يا كابتن دويدار؟ ايه علاقه السريه بجد؟ والله ايه علاقه السريه بالموضوع؟ في ايه والله؟ ادي الكوره، انتوا كده بتتكلموا في الكوره. تخبط اداري، ولازم الاهلي يمشي امام عاشور وسام ابو علي وزيزو عشان عاملين مشاكل في اوضه اللبس. والاصلا الموسم لسه ما بداش. ده اللعيبه لسه في الساحل الشمالي، لسه اللعيبه بتعوم في جنب البلطي، وانت قاعد تتكلم في مشاكل غرفه خلع ده لسه ما دخلوش، ما فتحوش غرفه خلع الملابس. الكابتن زيزو لعب 3 ماتشات. يعني ايه يلعب 3 ماتشات يا كابتن عماره ويمشي؟ الاهلي جايبه يزور النادي؟ ده الناس تضحك علينا. تخيل كده لما تجيب لعيب تلعب 3 ماتشات تمشيه. طب انت جبته ليه؟ اللعيب اهم لعيب في الفرقه دي كابتن دوودار بيقول للنادي الاهلي ما تطلعوش عنه اخبار عشان السريه. يعني هم بيذيعوا التفاوض بقى بتاعه لايف؟ انا مش فاهم سريه ايه. سريه ايه يا كابتن؟ لا بجد والله، في ايه؟ في ايه؟ هو الموسم لسه بدأ؟ ده اللعيبه لسه اللي في دبي والساحل الشمالي والبتاع. لعبة هتيجي بالسفر تلاقيهم ماسكين في بعض ومقطعين بعض وماسكين بعض السكاكين. ما انا عايز اعرف حاجه، واللعبه دي طلبت فين؟ هم اصلا في اجازه؟ في مشاكل في غرفه ملابس ايه اذا كانوا هم لسه ما دخلوهاش اصلا؟ يعني لسه الموسم ما بداش يا جدعان. في إيه والله يا جدعان؟ مش تقولوا كلام منطقي؟ ما احنا نقول الكلام في محله ولا نقول حله يا حله؟ يعني كل واحد منزل لنا نضاره كده، وواحد حاطط ورق قدامه، واحد يتكلم في مواضيع وكانها حقيقيه بجد، وهي اصلا المواضيع مالهاش دعوه بالمنطق خالص. واللي يجي يقول لك ده امام عاشور رافض التجديد. ده واحد تاني جاي يقول لك امام عاشور رافض التجديد. انت ايش عرفك يا كابتن؟ انت كان اللي سالته؟ يا راجل قطع اجازته وساب البحر وساب ولاده وساب عيلته والمايوهات والبتاع. الراجل قطع اجازته وكلمك في التليفون قال لك انا مش هتجدد مع الاهلي. ويقول لك ان امام عاشور مشترط انه ياخد زي زيزو. هو الوقت يا جدعان، هو امام عاشور عايز ياخد جنب زي زيزو ولا عايز يمشي؟ وواحد جهبذ يقول لك في لاعب اسمه محمد حمدان بيلعب في بتروجيت.
يقول لك الاهلي عامل كوبري لحامد حمدان يوديه قطر عشان ما يروحش الزمالك. طب ما ياخده مره واحده. انا مش فاهم ايه الدماغ دي. يعني الاهلي دلوقتي عامل كوبري اللعيب ليه في بتروجيت. طب ما يروح يشتري من بتروجيت بدل ما يتعب نفسه ويروح قطر ويبعت عرض من قطر وبعدين يرجع عرض من قطر. طب ما ياخده على طول. ايه يا جدعان؟ ايه المواضيع اللي انتوا بتناقشوها دي بجد؟ اللعيبه ديت ما في اجازه، احنا دلوقتي لسه في فتره اعداد، اللعيبه لسه حتى ما دخلتش معسكر الاعداد. ايه اللي عرفك ان في مشاكل في الاهلي؟ وايه اللي عرفك ان اللعيبه عايزه تزود عقودها؟ انا مش فاهم. انا كل الاسرار دي انت عارفها منين؟ انتوا باعين جواسيس جوه الاهلي. ده انتوا لو الحاجات دي حقيقيه فعلا وانتوا عارفينها، يبقى انتوا ما تشتغلوش في الكوره، تشتغلوا في المخابرات. ده انتوا عارفين حاجات اللعيبه مش عارفينها عن نفسها. ده انتوا عالم مجرمه. يعني ما فيش لعيب عاقل هيطلع يقول لواحده مش عايز اجدد للاهلي. حتى لو مش عايز يجدد ولسه بيلعب في الاهلي، يطلع يقول لهم انا عايز اجدد، مش عايز اجدد الاهلي. وسام ابو علي متمرد. هو معنى لو عايز يمشي انه متمرد؟ عايز يمشي. جاله تلات اربع اضعاف اللي بياخدهم من الاهلي، عايز يشوف مصلحته. هو من ولاد الاهلي؟ ده الراجل متعرف على الاهلي اول امبارح، سال ابوه على الاهلي. ابوه قال له يا ابني فرقه كويسه توكل على الله. جاله تلات اربع اضعاف مرتبه في الاهلي زي اي بني ادم. يروح يا عم الله يرزقه. خليتوه متمرد على الاهلي والاهلي مش في دماغه ومش عاجبه الاهلي ومش معبر الاهلي عشان جاله عرض. ماشي مفيش مشكله والله، انا عارف ان الاهلي محتواه حلو وبيجيب مشاهدات وبتاع، بس هو له كلام عدل. يعني في مواضيع برضه تنفع تزيطوا فيها، والله والله تنبسطوا. وانتوا سايبينها وبتتكلموا بقى على شويه كلام فاضي. كلام فاضي ومش منطقي ومش معقول اصلا. امال لما الدوري يبدا هتعملوا فينا ايه؟ امال لو الاهلي خسر مثلا ماتشين تلاته في الدوري ولا حصل مشاكل فعلا في الاهلي هتعملوا ايه؟ ده احنا داخلين على ايام سواد يابا. سواد. سواد. ده الاهلي عامل مشاكل واللعيبه الجديده مخوفه الناس لدرجه ان هم بيعملوا احواء. طب استنى اما اللعيبه تخش المعسكر ونخش في الماتشات وبتاع واضرب اخبار براحتك عشان احنا نقتنع حتى. يلا. لنا الله. لنا الله. لكم زي الفل.